فيلمنا بيبدأ بعد حرب إنجلترا وأيرلندا سنة 1862 مع بنت اسمها رايت، ودي بتكون ممرضة إنجليزية، وبنشوفها وهي مسافرة أيرلندا لوحدها علشان تشوف بنت بيقال عنها إنها معجزة لأنها بتقدر تصوم لفترات طويلة جدا. ورايت بتوصل لحانة بتاعت راجل اسمه ماكس، وبينده على مراته ماري علشان تاخدها الأوضة بتاعتها وترتاح قبل الاجتماع بتاع بكرة. وماري بتقول لها إن في راهبة هتقسم معاها الأوضة، ورايت بتكون مستغربة من ايه هي علاقة الراهبة بالطب. وتاني يوم ماكس بيوصل وبياخد رايت للاجتماع بتاع اللجنة اللي متابعة حالة البنت اللي اسمها أنا، اللي هي البنت المعجزة. ورايت ما بتكونش فاهمة ايه الإعجاز فيها، وبتسأل الدكتور شون امتى آخر مرة البنت دي أكلت فيها، فقال لها شون من حوالي 4 شهور كده. فبتستغرب رايت ومش بتكون مصدقة، وشون بيقول لرايت وماري انهم هيعملوا شيفت لكل واحدة فيهم 8 ساعات، وكل واحدة فيهم هتقعد تراقب أنا 8 ساعات ويكتبوا كل اللي بتعمله. وبيقول لهم كمان ما يتكلموش خالص مع بعض لمدة 15 يوم. بعد كده بيخرج شون، ورايت بتخرج جري وراه بتسأله ليه ما عينش 2 ممرضين مع بعض، وايه علاقة الراهبة بالطب. فبيقول لها ان أنا وعيلتها متدينين جدا، وهيكونوا مطمنين لما يكون في ممرضة وراهبة موجودين معاها. وبيعرفها ان الراهبة دي ممرضة برضو، وبياخدها شون لبيت أنا، وهناك بتسلم على أهلها وبتطلب إنها تشوف أنا وتتعرف عليها. بس قالوا لها إنها عندها ناس جوه، ورايت بتكون مستغربة جدا. وليلى أم أنا بتقول لرايت إن الناس بيجوا من كل حتة في العالم علشان يتكلموا معاها، بس رايت ما بتكونش مصدقاها. وبعد شوية بيمشي الزوار اللي عندها وبتطلع رايت وبيكون شون معاها، بس رايت قالت له إنها عايزة تشوفها لوحدها علشان تتأكد إنها مش خدعة، وبتكون حاسة إنها تشوف واحدة جسمها صغير وتعبانة. بس لما بتشوفها بتتصدم إنها بنت جميلة وحلوة وصحتها كويسة، فبتعمل لها رايت فحص علشان تتأكد إنها مش مريضة، وفعلا أنا صحتها بتطلع أحسن منها. فبتشك رايت في كل الكلام اللي بيتقال عنها بتاع إنها مش بتاكل، وبتسألها إزاي صحتها كويسة كده من غير ما تاكل. فبتقول لها إنها بتاكل المن اللي بيجيلها من السماء، علشان كده بتحس دايما إنها شبعانة. فرايت بتحس إنهم بيكذبوا عليها. ولما ماري بتوصل بترجع رايت للحانة، وبتقول لماكس إنها ممرضة شاطرة، ازاي يجيبوها على حاجة عبيطة زي دي، وانهم كده بيهينوها. وبتقوله كمان ان البنت كويسة وما فيهاش اي حاجة. فماكس قال لها تكمل ال15 يوم وتثبت الكلام بتاعها ان البنت بتاكل عادي، ولما تكتشف الخدعة ده هيكون يوم انجاز. وتاني يوم رايت بتاخد انا وبيتمشوا حوالين البيت، وبتسألها رايت اذا كانت جعانة، فانا بتقول لها لا. وبعد شوية بيرجعوا للأوضة بتاعت أنا، ورايت بتفتش كل حتة في الأوضة يمكن تلاقي أكل أنا مخبياه هنا ولا هنا، بس مش بتلاقي رايت أي حاجة. وبعد شوية بيوصل شون، ورايت بتقوله إن أنا ما أكلتش أي حاجة في الوقت اللي قضيته معاها، ومستحيل ده يكون شكل أو جسم طفلة ما كلتش من 4 شهور. فشون قال لها إنها ممكن تكون بتاكل حاجة هما مش شايفينها. فبتستغرب رايت من كلامه، وبيكمل وبيقول لها إنها ممكن تكون بتاكل حاجات في الهواء مش بتبان لينا، أو بتتغذى على الطاقة المغناطيسية، ومفيش أي علم أو منطق بيثبت الكلام ده. وبتأكد له إنها هتتابعها باستمرار علشان تفهم السر، وبتطلب منه إنه يمنع الزيارات اللي بتجيلها علشان يركزوا معاها. ولما بترجع السكن بتلاقي صحفي اسمه ويل جاي ليها، وبيطلب منها يشوف أنا، بس قالت له إن شون منع الزيارة خالص. فبيطلب منها يعمل معاها الحوار ويتكلموا عن أنا، بس رايت بترفض وبتسيبه وبتمشي. فبيقول لها وهي ماشية بصوت عالي إن أكيد في سر ورا إنها تيجي من إنجلترا لهنا غير الفلوس، وإنه لازم يعرفوا. بعد كده بتروح رايت لأخت أنا اللي اسمها آيلا، وبتسألها إيه آخر حاجة أنا أكلتها. فقالت لها آيلا إنها أكلت دم المسيح. فبتقول لها رايت إنها عارفة القصة دي، بس هي عايزة الأكل الحقيقية اللي أكلتها. فبصت لها آيلا وقالت لها إن دي الحقيقة. فبتمشي رايت وبتسيبها، وبتحس إنها كدابة وبتسخر منها. بعد كده بترجع رايت لبيت أنا، وبيكون ميعاد الشفت بتاع الراهبة خلص، وبتلاقي أهلها عندها وبيحضنوها وبيبوسوها، وبتنام أنا. بعد كده رايت بتفضل جنبها بتراقبها، وبتفتش في حاجاتها، وبتلاقي تمثال لمريم العذراء، وبتلاقي فيه حاجة جواه، وبتكون فاكراه أكل، وبتحاول تطلع اللي جواه، وهي بتحاول كسرته من غير ما تقصد، ولقت جواه
خصلة شعر أخو أنا الميت. وتاني يوم اعتذرت رايت من أنا لأنها كسرت تمثالها، وبتقول لها رايت إنها عارفة إنها مفتقدة أخوها، وكمان باين إن مامتها كمان مفتقداه. فقالت لها أنا إن الزعل ده شعور مهم في الدنيا، وربنا بيجهز الدنيا للنهاية بالحزن والزعل. فرايت بتكون مستغربة من كلام أنا، وبيكون الشفت بتاعها خلص وبتمشي. وبالليل بتروح رايت لبيت أنا وبتلاقيه فاضي، وبتلاقيهم كلهم فوق عند أنا، وبتكون شاكة إنهم بيدوها أكل. فبتطلب منهم إن محدش يقرب منها خالص لحد ما فترة المراقبة دي تخلص. أنا بتكون متضايقة من اللي رايت بتقوله. وتاني يوم بنشوف رايت وهي في السكن وبتفطر، وبتشوف ويل وبيسألها عن أنا، فبتقوله إنها تمام وبرضه مش جعانة رغم إنها ما أكلتش أي حاجة. فبيقول لها شكلهم كده عرفوا يخدعوكي زي ما خدعوا الناس كلها. فبتقوله إنها منعت أي حد يقرب منها علشان تعرف دي خدعة ولا حقيقة. فويل قال لها خلي بالك لأن أنا كده ممكن تموت. فقالت له رايت إنهم لو اعترفوا مش هتموت. فويل قال لها إنهم ما يقدروش يعملوا كده لأن الكنيسة ممكن تطردهم من البيت، كمان ممكن يتسجنوا بتهمة الخداع والتشهير. فبتوصل رايت لبيت أنا وبتلاقي القس اللي اسمه ويليام قاعد مع أنا، وبيقول لرايت إن ليلى زعلانة منها لأنها رافضة إنها تشوف بنتها، ومش مسموح ليها تشك في العقيدة بتاعتهم، وإن مهمتها هنا إنها تراقب أنا وبس. فرايت قالت له إن دي أحسن طريقة علشان يوصلوا للحقيقة، وإنها كده شايفة شغلها. وبتطلع بعد كده لأنا وبتفحصها وبتبقى كويسة جدا، بس بتلاقي زي ما يكون في حاجة في بقها وبتكون فاكرة إنه أكل. فبتطلب منها تطلعها، بس بتكون سنة أنا اللي بتتكسر، وده بيكون دليل على ضعفها. وفي طريق رايت للبيت بتقابل آيلا وبتسألها رايت عن ويل. فقالت لها آيلا إن لما المجاعة خلصت وقت الحرب أهل ويل حبسوا نفسهم جوه البيت بتاعهم وقفلوا الباب علشان يحافظوا على كرامتهم وما يطلعوش الشارع يدوروا على أكل. وبتقول لها آيلا إن ويل الوحيد اللي ما كانش موجود وقتها، علشان كده هو الوحيد اللي فضل عايش في عيلته. وبتتضايق جدا لما بتسمع الكلام ده. وتاني يوم بتروح رايت لأنا وبتلاقي شكلها بقى ضعيف جدا. فبتنزل أمها وأبوها وبتقول لهم لو عايزين بنتهم تبقى كويسة لازم يخلوها تاكل. فبيقولوا لها إنهم اتفقوا إنهم مش هيطلبوا منها تاكل أبدا طالما هي مش عايزة تاكل. فبتروح رايت لدكتور شون وبتقوله إن أنا في خطر وإنها لازم تاكل يا إما هتموت. فشون بيقول لها إنها ممكن تكون زي النباتات بتتغذى على ضوء الشمس. فبتقوله مش وقت الكلام ده يا شون، البت بتروح مننا وممكن يجيلها أنيميا، وكمان ممكن تتصاب بأمراض تانية كتيرة، وكمان ممكن تموت لأنها ضعفت جدا. فشون قال لها انتي مش دكتورتها ولا أمها علشان تتحدي حاجة زي دي، وانتي واحدة بيدفع لها فلوس علشان تراقبها وبس، وبيطلب منها تعمل اللي طلب منها وخلاص. فبتتضايق منه وبتمشي وبتسيبه. ولما بترجع السكن بتاعها حاولت تفكر ازاي ممكن تنقذ أنا، وبتكون حزينة جدا بسبب حالتها. وتاني يوم بتروح لأنا وبتشوفها وهي تعبانة أكتر. فبتروح رايت لأمها وبتقول لها إن أنا عايزة تاكل. فبتاخد طبق شوربة وبتكون عايزة أنا تاكله بالقوة، بس أنا بترفض تحط أي حاجة ببقها. فرايت بتتضايق من اللي عملته ده وبتعتذر لأنا على إصرارها، وبتقول لها إنها عملت كده علشان خايفة عليها. وبعد شوية بيخرجوا يتمشوا وويل بيكون معاهم، وأنا بتكون مريضة جدا. فرايت قالت لهم تعالوا نرجع، بس أنا بترفض وبتقول إنها عايزة توري ويل حاجة. وبتروح للبير وبيقول لها ويل إنه يعرف البير ده وكان بيجي هنا على طول لما كان صغير. وقال لرايت إنه نشر المقال على أساس المعلومات اللي عنده، وإن اللي بيحصل ده يعتبر موت بالتدريج لأنا. وبيطلب منها تقنع شون وأهل أنا إنهم ينقذوا أنا قبل ما تموت. وفي نفس الوقت ده بيشوفوا أنا وهي بتقع من طولها، فويل بيشيلها وبيجروا بسرعة على البيت. وبتكون أنا حزينة جدا على بنتها، وبتقول لأنا تجيب لها أكل، بس أنا بتقول لها إنها محتاجة تريح وبس وهتبقى تمام. والحقيقة بتكون إن حالة أنا الصحية في النازل، وكل يوم بتبقى الحالة أسوأ من الأول. وتاني يوم بتوصل رايت وبتلاقي أنا قاعدة على كرسي عجل، ولما بتسألهم عن حالتها بيقول لها شون إنها تعبانة ولو فضت على الكرسي ده هيكون أحسن ليها. ورايت بتكون متضايقة جدا على حالتها وإنهم شايفين مرضها بس محدش عايز ينقذها. ولما بترجع رايت للسكن بتاعها بتفكر في أنا وإزاي ممكن تلحقها من اللي هي فيه. وتاني يوم وهي بتاكل بيجيلها فكرة عن طريقة أكل أنا واللي تعبت لما بعدت أهلها عنها. فبتروح بسرعة رايت لأنا وبتسألها إزاي كانت عايشة 4 شهور من غير ما تحط بقها ولا لقمة. فقالت لها أنا إنها كانت عايشة على من من السماء،
فبتسألها لو المن ده معناه بوسة أمها ليها كل يوم قبل النوم، فقالت لها أنا إنها مهما شرحت لها مش هتفهم، وفي نفس الوقت هي مش هتاكل لأنها صايمة، وبكده هتقدر تنقذ روح من الجحيم. فسألتها رايت لو تقصد أخوها بالكلام ده، فقالت لها أنا إنه عمال بيتحرق في الجحيم وهي بتصوم وبتصلي علشان تنقذه. فبتستغرب رايت من كلامها لأنه كان طفل، فبتسألها هي ليه حاسة بكده، فقالت لها أنا إن أخوها كان بيعتدي عليها وهي عندها 9 سنين، وإنه بقى مريض ومات بعد كده، وإنها متأكدة إنه هيروح الجحيم، فهي بتصلي وبتصوم علشان تنقذه. فبتخلص رايت كلام معاها وبتروح لشون واللجنة وبتقول لهم على كل اللي فهمته عن أكل أنا، وإن أمها كانت بتمضغ الأكل وكانت بتحطه لها ببقها، وهي دلوقتي عايشة بالطريقة دي. فشون واللجنة بيكدبوها وبيسألوا ماري عن الكلام اللي رايت قالته، فقالت لهم إنها ما شافتش حاجة، وبيجيبوا أنا علشان يتأكدوا من كلام رايت، وبيسألوها لو أكلت حاجة في آخر 4 شهور، فبتبص لرايت بحزن وقالت لهم لأ، وإنها بتاكل المن من السما. فبيطلبوا من رايت إنها تكمل مهمتها وتراقب أنا وبس، وما تتدخلش في أي حاجة تانية. وبترجع رايت للسكن وهي حاسة بالإحباط، وتاني يوم بتروح لأنا وبتلاقيها بتطلع في الروح، فبتطلب من مامتها إنها تديها القبلة المقدسة، وهنا كان قصدها إنها تحط لها الأكل في بقها زي زمان، بس أمها بترفض وبتقول لها إنها دلوقتي فتاة مختارة، وإنها بتحصل على الخلاص وهتدخل الجنة هي وأخوها. وفي الوقت ده رايت بتكون متضايقة جدا، وبتقابل ويل وبتطلب منه يساعدها إنها تلحق أنا من الموت، وبتقوله إن العيلة بكرة رايحة القداس الساعة 10، وبتطلب منه يستناها جنب البير، بس ويل بيقول لها انهم كده بيخطفوها وممكن يتحبسوا. فقالت له رايت انها كده بتساعد انا، وبتقوله ان هو كمان كان نفسه حد يساعد اهله، فبيتضايق جدا من كلامها وبيسيبها وبيمشي. وتاني يوم بتروح العيلة لصلاة القداس، وأنا بتقول لرايت إنها خلاص طلع السما ورايحة للرب. فرايت بتكون منهارة من اللي بتسمعه وبتقول لها إيه رأيك ترجعي لقبل سن 9 سنين قبل ما حاجة تحصل وتتولدي من جديد وتختاري اسم تاني وتعيشي حياة تانية. فبتوافق أنا وقالت لها إنها تعتبر أنا ماتت واسمها الجديد هيبقى نان، وبتاخد رايت أنا للبير وبتكون تعبانة جدا. فبتقول لها رايت إنها تغمض عينيها وتروح للرب وتخلي أنا تموت، وبعد شوية بتنده عليها باسم نان، ونان بتاخد وقت على ما بتفوق. فرايت بتكون خايفة ليكون حصل لها حاجة، بس أنا بتفوق وبتقول لها إنها حاسة إنها اتولدت من جديد. فبتديها رايت أكل وبيروح على الكوخ، وبتحرق رايت الكوخ وبتستنى في النار حبة، وبتحرق إيديها ولبسها، وبتكون عملت كده علشان تبان إنها حادثة. وتاني يوم بنشوف اللجنة وهي بتسأل رايت عن اللي حصل وإزاي الكوخ اتحرق. فبتدي رايت دفتر الملاحظات للدكتور شون، وبيبدأ يقرأ الأعراض اللي كانت بتحصل لأنا قبل ما تموت. ورايت قالت لهم إنها ماتت الساعة 9 وحاولت تعمل لها إنعاش، بس المصباح وقع وولع في الكوخ وما قدرتش تنقذها وهربت هي بالعافية. والقس ويليام وباقي اللجنة بيكونوا متضايقين علشان مش لاقيين أثر لأنا ولا لجثتها، وبيقولوا لها إنها السبب في خسارة أول قديسة من زمن، وقالوا لها إنهم مش هيدوها أي فلوس ولا هتمشي من هنا غير لما الشرطة تحقق معاها ويوصلوا النتيجة. فبترجع رايت للسكن وبتكون ماري بتعالجها، وبتقول لها انها لما كانت في القداس في الكنيسه جات لها رؤيه ما قدرتش بسببها تكمل الطقوس، وهي راجعه على البيت لقت ملاك واخد انا على حصان وماشي بيها لبعيد، وبتسألها إذا كانت أنا في مكان أحلى دلوقتي. فبتقول لها رايت إنها دلوقتي في مكان حلو جدا. وبعد يومين من تحقيقات الشرطة بينزل مقال بيقول إن الشرطة مش بتتهم حد بموت أنا ولا حتى أهلها اللي ما كانوش بيأكلوها لأنهم كانوا فاكرينها قديسة، ولا دكتور شون اللي كان فاكر إنها معجزة، ولا اللجنة اللي اتبسطت بالجوع بتاعها. وكتبوا في المقال إنهم ما لقوش ليها جثة، بس عملوا طقوس يقدسوا بيها روحها. وبعد ما رايت طلعت براءة راحت لبيت ويل ولقت أنا مستنياها في الشباك، وكانت مستنياها وقعدوا يتصوروا كلهم كعيلة واحدة وبيبدأوا حياة جديدة. وأنا بتكون طبيعية جدا وطفلة زيها زي أي طفلة وبتاكل عادي ومفيش قديسة ولا أي حاجة من الكلام ده. وبكده بيكون خلص فيلمنا. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، وما تنسوش كمان تشتركوا في القناة وتشوفوا الفيديوهات القديمة واستنونا في فيديوهات جديدة. وما تنسوش تفعلوا الجرس وتكتبوا لنا في الكومنتات الفيلم اللي حابين تشوفوه المرة الجاية. سلام.